الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في موسم الحج من السنة 11 من النبوة، وجدت الدعوة الإسلامية بذورا صالحة، سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات اتقى المسلمون في ظلالها الوارفة. فقد خرج عليه الصلاة والسلام ليلة ومعه أبو بكر وعلي، فمر على منازل ذهل وشيبان وكلمهم في الإسلام، وقد دارت بين أبي بكر وبين رجل من ذهل أسئلة وردود، وأجاب بنو شيبان بأرجى الأجوبة، غير أنهم توقفوا في قبول الإسلام. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة منى، فسمع أصوات رجال يتكلمون، فجاءهم، وكانوا 6 من شباب يثرب، كلهم من الخزرج. وأنتم تعلمون أن يثرب هي الأوس والخزرج، ولكن الخزرج هم الأكثر، فكانوا يسمون يثرب خزرجة. هؤلاء الشباب، هؤلاء الرجال: أسعد بن زرارة، عوف بن مالك، رافع بن مالك بن العجلان، قطبة بن عامر بن حديدة، عقبة بن عامر بن نابي، جابر بن عبد الله بن رئاب. وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من اليهود إذا كان بينهم شيء أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. سبحان الله، هم يهددون الخزرج، الأوس والخزرج، يهددونهم بنبي آخر الزمان أنهم سيتبعونه ويقتلونهم تحت لواء هذا النبي. فكانت الناس من أهل يثرب تسمع هذا الكلام، وعندما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم ودعاهم إلى الله عز وجل، راجعوا هذا الكلام. فقال لهم عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: من موالي اليهود أي حلفائهم؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه، فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته، ودعاهم إلى الله عز وجل، وتلا عليهم القرآن. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا. رب ضارة نافعة. سبحان الله، اليهود كانت تهددهم، وهذا طرق أسماعهم، فسارعوا إلى الإسلام قبل أن تسبق اليهود إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا من عقلاء يثرب، أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت قريبا، حرب بعاث قتل فيها كثير من الناس، والتي لا يزال لهيبها مستعرا. فأملوا أن تكون دعوته صلى الله عليه وسلم سببا لوضع الحرب، فقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر مثل ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ولما رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام، حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية مبشرة وطيبة في الدعوة في يثرب. نعم، فلذلك جاءوا في السنة القادمة وفي العام القادم، وجاءوا 12 رجلا، 6 أصبحوا 12 رجلا. التقى هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة بمنى، فبايعوه، نعم،
كما يروي البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعه الناس. يقول عبادة: فبايعته، وفي نسخة: فبايعناه على ذلك. وطلب أولئك الرجال من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تمت البيعة وانتهى موسم الحج، طلبوا من يعلمهم دينهم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء أول سفير في يثرب، بل أول سفير في الإسلام، ليعلم المسلمين فيه شرائع الإسلام ويفقههم في الدين، وليقوم بنشر الإسلام بين الذين لم يزالوا على الشرك. واختار مصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه وأرضاه. نزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة، وأخذا يبثان الإسلام في أهل يثرب بجد وحماس، وكان مصعب يعرف بالمقرئ. ومن أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يوما يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، فدخلا في حائط، أي في بستان من حوائط بني ظفر، وجلسا على بئر يقال له بئر مرق، واجتمع إليهما رجال من المسلمين، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهل يومئذ على الشرك. فلما سمع بذلك قال سعد لأسيد، سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما، يعني جاء ليسفها ضعفاءنا، أي يعني يخدعوا هؤلاء المساكين البسطاء ويغيروا دينهم. وانههما على أن يأتيا دارينا، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك هذا، أي لا أريد أن أصطدم مع أسعد بن زرارة، هو ابن خالتي، فاذهب أنت وكلمه. فأخذ أسيد بن حضير حربته وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد فوقف عليهما متشتما يسبهما ويشتمهما، وقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفت. وهكذا العاقل يسمع وينصف. قال: كلامك طيب، هذا فيه إنصاف، إن أعجبني الكلام أعجبني، وإن لم يعجبني تذهبون عنا. نعم. ثم ركز حربته وجلس، فكلمه مصعب بن عمير بالإسلام وتلا عليه القرآن. قال: فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين، ثم قال: إن من ورائي رجالا إن من ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرشده إليكما الآن، وهو سعد بن معاذ.
ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد في قومه وهم جلوس في ناديهم الذي يتكلمون به، فقال سعد: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. سبحان الله، نور الإيمان ونور الإسلام قد ظهر في وجهه. فلما وقف أسيد على النادي وهم جالسون يتكلمون قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما عن أن يكلما الناس. فقال: نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك، أي ليطعنوا فيك وليصغروك. هكذا يريد أسيد بن حضير أن يستفز سعد وأن يذهب إليهما، فهذه وجدها طريقة مناسبة، أن هؤلاء يريدون قتل أسعد بن زرارة لأنه ابن خالتك. فقام مغضبا، نعم قام سعد مغضبا للذي ذكر له، فأخذ حربته وخرج إليهما. فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما يسبهما ويشتمهما. ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، تغشان في دارنا بما نكره. وقد كان أسعد قال لمصعب: جاءك والله سيد من ورائه قومه إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. فقال مصعب لسعد بن معاذ: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلت، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال: قد أنصفت. ثم ركز حربته فجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال: فعرفنا والله في وجه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتهلله. ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قالا: تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك. سبحان الله، هذا نصر عظيم وفتح كبير، لأن هذا الرجل له أعظم الأثر. ثم أخذ حربته فأقبل إلى قومه، فلما رأوه قالوا: نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا وأيمننا، أفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فما أمس فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، إلا رجل واحد وهو الأصيرم تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل ولم يسجد لله سجدة، فقال عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. وأقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون مؤمنون بالله عز وجل، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة بن وائل، كان فيهم قيس بن الأسلة الشاعر، وكانوا يطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام حتى كان عام الخندق سنة 5 من الهجرة. انظروا، أحيانا رجل يكون سبب صد عن سبيل الله بسبب الاتباع الأعمى. وقبل حلول موسم الحج التالي، أي حج السنة 13، عاد مصعب بن عمير إلى مكة يحمل إلى رسول الله بشائر الفوز، ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما فيها من الخير وما لها من قوة ومنعة. وبالفعل في موسم الحج من السنة 13 من النبوة حضر لأداء مناسك الحج 70 نفسا من المسلمين من أهل يثرب. انظروا إلى التدرج، 6 12 والآن 70، يعني ما بين 73 إلى 79. جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين، وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم وهم لم يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق: إلى متى نترك رسول الله يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ فلما قدموا مكة
جرت بينهم وبين النبي اتصالات سرية أدت إلى اتفاق الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى من منى، وأن يتم هذا الاجتماع في سرية تامة وفي ظلام الليل. ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية والإسلام. يقول كعب بن مالك: خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله لها ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا المشركين أمرنا. سبحان الله، السرية التامة سبب لنجاح الدعوة وسبب لنجاح الجهاد وسبب لنجاح الكثير. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فلم يعلم ولا واحد من المشركين بهذا الاجتماع. نعم. فكلمنا عبد الله بن حرام وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله إيانا، قال فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا أي ممثلا لقومه. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله نتسلل تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة، وأسماء بنت عمرو أم منيع من بني سلمة. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله حتى جاءنا ومعه عمه العباس، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، وكان أول متكلم. بعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني والعسكري، وكان أول متكلمون العباس عم رسول الله. تكلم ليشرح لهم بكل صراحة خطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف. قال: يا معشر الخزرج، وكان العرب يسمون الأنصار كما قلنا خزرجا، نعم، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال كعب: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم وتصميم وشجاعة وإخلاص كامل في تحمل هذه المسؤولية العظيمة وتحمل عواقبها الخطيرة. وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيانه، ثم تمت البيعة. ما هي بنود البيعة وكيف سيكون موقف الأنصار من هذه البيعة وكيف سيكون استعدادهم لتحمل هذه المسؤولية العظيمة؟ تفاصيلها في درسنا القادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين.